السلام عليكم بنات، ميني فلوغ نهار الثاني في الحسيمه. اول حاجه بدينا بها هي الفطور. شوفوا لي هذا الخبز ديال اللي قمح عندهم زوين، الزيتون. المهم هنا اول حاجه خديناها هي الفطور وتحركنا ان شاء الله لوجهه لشاطئ كيمادو، شاطئ اللي فعلا قمه الروعه. جا في السونتر فيل قريب تما كاينه اصلا. هبطنا غير واحد شويه. هنا خديت لكم الاطلاله من الفوق من ساحه محمد السادس من لا كورنيش كيطل فيه ديريكتومون، وغادي نهبطوا من الجهه الاخرى باش غنوريكم الطريق ديالو. صراحه ما بعيدش بزاف، بقينا هابطين مع هاد الدورات حتى وصلناوها حنا دابا في لابلاج. اول حاجه غادي ندير هاد لومبر اللي خديته من بيم، صراحه صدق زوين واخا الثمن ديالو ناقص. هنايا هبطنا للبحر استمتعنا العومان فريمون بيسين. قد ما دخلتو ما كاينش الغرق، عاد زيد انه صافي وزوين، ما كتخافوش على الوليدات بحال شي بيسين كي قلت لكم. هنايا انا كنعوم هنايا وقلت ندخل لداخل باش نشد لكم، حيت فريمون كان عامر بزاف، ما قدرتش نشد لكم من حدايا كاينين الناس بزاف. شوفوا لي الصفاء ديال المياه. وهنا جا في الوسط ديالو لوطيل ديال ميركور. كنحاول ديما في لي ميني فلوغ نحدد معكم الوجهه ونحدد معكم البلاصه وحتى الاثمنه لا كانوا، باش هكذا تستافدوا اكثر. شوفوا هنايا هانتوما الاوتيل ميركور جا في الوسط ديالو. وهنايا من بعد ما خرجنا واستمتعنا بالبحر لقينا قدامنا هاد اللي عنده الببوج وعنده الحمص رائع. ومن بعد توجهنا للمرسى، كاينه بالقرب اولا بجانب ديال البحر، كتزيدوا غير شويه ماشي بزاف. وهنا كتلقاو صحاب الحوت، لا بغيتو تقداو الحوت في المرسى اولا تاخذوا شويه ديال السردين فريت، شلاضه المناضه كلشي. وخدينا العنب من هنا، ما يمكنش شحال حلو. هنا كيف ما كتشوفوا المرسى كتقداو الحوت وتشويوه، الاثمنه مناسبه. ورجعنا للدار من بعد يوم كان غزال.